لو بتقعد لوحدك بالليل كتير حاول ما تبصش في المراية وتطول، لان ممكن يحصل معاك موقف مرعب جدا. القصة اللي قدامك دي حصلت مع بنت اسمها مريم وعمرها 19 سنة. في يوم من الايام مريم كانت قاعدة لوحدها واهلها نايمين، ومريم بتقول انها كانت بتحب نفسها جدا، وكانت بتحب تمسك المراية وتبص على نفسها لوقت طويل، وكانت شايفة نفسها من احلى البنات، لحد ما في الليلة دي حصل لها موقف مرعب جدا. مريم مسكت مرايتها بالليل كالعادة وبدأت تبص فيها، وفي الوقت اللي هي ماسكة المراية فيه ومركزة في وشها بدأت تلاحظ حاجة غريبة. كان لون عينيها متغير باللون الأزرق. هي بالفعل مريم كانت بتلبس عدسات باللون ده، لكن هي متأكدة ان هي شالته، لكن هي في بالها قالت عادي يعني ممكن يكون نسيت اشيلها، وقربت المراية على عينيها وبدأت تحاول تشيل العدسات، واتفاجئت طبعا ان عينيها ما فيهاش اي عدسات. فبتبص في المراية فلقت انعكاسها ما بقاش موجود، وفجأة ظهر كائن مرعب جدا مكانها في المراية. مريم وقتها من الرعب رمت المراية وطلعت تجري تصحي اهلها، وحكت لهم على اللي حصل معاها بالحرف. اهلها قالوا لها انت تلاقيكي بس بتتخيلي، ادخلي نامي دلوقتي وانت هتبقى كويس. خرجت مريم من غرفة اهلها ودخلت غرفتها علشان تنام، وحطت البطانية على وشها من الخوف، واثناء ما هي بتحاول تنام حست بشيء غريب حبس انفاسها وكان هيطلع روحها من الخوف. البطانية اللي كانت مريم متغطية بيها بتتسحب من عليها ببطء. مريم حاولت تتمالك نفسها وتمسك في البطانية، وساعتها بالفعل البطانية ما اتشدتش. مريم بعد شوية من كتر حبس نفسها تحت البطانية اتخنقت، فطلعت وشها برعب من تحت البطانية وبدأت تبص حواليها واحدة واحدة، ولما أمنت على المكان ما لقتش حد، فطمنت شوية ولفت وشها على جنب الشمال وغطته. ووقتها مريم حست بنفس سخن قدام وشها. بتفتح عينيها لقت نفس الوجه المرعب اللي شافته في المراية، ففضلت تصرخ بشكل هستيري وتنادي على أهلها، والكائن ده عمال يقول لها أنا بحبك ومش هسيبك. في الوقت ده أهلها دخلوا عليها وقالوا لها مالك بتصرخي ليه؟ وقتها الكائن ده كان اختفى من جنبها، فردت عليهم وقالت لهم وهي منهارة على اللي حصل، وعرفتهم انهم لو ما صدقوهاش هتموت نفسها. فالأم طمنتها وقالت لها احنا جنبك ومش هنسيبك تنامي لوحدك. وتاني يوم جابوا لها شيخ لحد البيت، واللي بمجرد ما سمع قصتها قال لها ده مس عاشق، وده جالها بسبب بصتها في المراية لفترات طويلة بالليل لوحدها. والشيخ بدأ بالفعل في علاجها. الكلام ده حصل من حوالي شهر، وهي دلوقتي في رحلة العلاج. فعايز اقولك ما تبصوش في المراية كتير بالليل وانتوا لوحدكم، وما تنسوش تدعوا لها وبس كده.